انا مش هقدر اوصف لكم الكيكه دي جميله قد ايه، بس دي واحده من الكيكات اللي لازم تجربوها لانها مليانه نكهات وطعمها مميز جدا، والطراوه بتاعتها رهيبه بجد. اول حاجه هنجيب من 12 ل 15 واحده تمر كده، هنشيل منهم النوى وهننقعهم، هنضيف عليهم نص معلقه صغيره من البيكنج صودا، وهنحط عليها كوبايه من الميه السخنه قوي، يعني زي ما انتم شايفين كده. هنقلبهم مع بعض ونسيبهم شويه لغايه ما تطرى خالص، وبعد كده هنضربهم ممكن بالهاند بلندر او كمان ممكن نضربهم في الخلاط. وهنستخدم 4 بيضات يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، وهنضيف عليهم كوباية من السكر يعني 200 جرام. بس مش هنضيف السكر مرة واحدة، هنضيفه على مرتين أو 3 على أقل سرعة في المضرب. هنضرب البيض كده لمدة 10 ثواني، وبعد كده هنبدأ ننزل بالسكر. هننزل بيه على مرتين 3، كل مرة نحط شوية، هنضرب حوالي 15 ل 20 ثانية، وبعد كده نحط الجزء التاني لغاية ما نخلص كل كمية السكر. هنعلي السرعة بقى بتاعة المضرب ونضرب كده لمدة دقيقتين 3 لغاية ما المكونات كلها تختلط مع بعض كويس جدا، والخليط بتاعنا يتحول يبقى كريمي وفاتح بالشكل ده. وهنضيف بقى معلقة صغيرة من الفانيليا يعني 4 جرام، وهنضربهم كده مع بعض لمدة ثواني، وبعد كده هننزل بالمكون التاني اللي هو كوباية زيت وزنها 200 جرام، هننزل بيها على الخليط بتاعنا واحنا مشغلين المضرب على أقل سرعة، وبرضه بنفضل نضرب كده لمدة ثواني، وبعد كده بنضيف المكون التاني وهو كوباية إلا ربع من اللبن. وطبعا مهم إن اللبن يكون بدرجة حرارة الغرفة، ما يكونش بارد. برضه هننزل بيه كده واحنا مشغلين المضرب على أقل سرعة، هنضرب برضه لمدة ثواني كده، وبعد كده هننزل بآخر حاجة اللي هي خليط التمر اللي كنا محضرينه كده. خلاص خليط السوائل بتاعنا بقى جاهز، هنضيف عليه بس رشة من الملح ونضربه كده لمدة ثواني ونركنه على جنب، ونحضر خليط المواد الجافة عبارة عن 3 كوبايات من الدقيق المنخول يعني 375 جرام، وهضيف عليهم معلقة صغيرة مليانة من القرفة، وممكن نخليها معلقة كبيرة لو بتحبوا طعم القرفة يبقى واضح أكتر، و3 معالق صغيرين من البيكنج باودر. وهنضيف كمان من نص كوباية لكوباية من عين الجمل المفروم، بس طبعا دي اختيارية، لو مش متوفرة خلاص استغنوا عنها. هنقلبهم مع بعض كده كويس جدا، وبعد كده هننزل بيهم على خليط السوائل، بس هننزل بيهم على مرتين كده. وفي المرحلة دي احنا هنستخدم المضرب اليدوي او الويسك، يعني مش هنستخدم المضرب الكهربائي عشان عايزين نقلبهم بالراحة كده لغاية ما دي يختفي بتاع اول جزء، هنضيف الجزء التاني، وهنكمل تقليب لغايه ما الدقيق ما يختفي تماما بالشكل ده. وبعد كده بالسباتولا هنلم الجوانب كده ونتاكد كمان ان مفيش اي دقيق تحت. انا هخبزها في صينيه مقاس 24، ممكن كمان تستخدموا مقاس 26. دهنتها كلها بالزبده، والحته اللي في النص دي ما تنسوهاش تدهنوها كويس قوي عشان ما تلزقش فيها الكيكه، ونعفرها كلها بالدقيق زي ما انتم شايفين كده. طبعا وانا شغاله في تحضير الكيك كنت مشغله الفرن على 180 عشان تسخن كويس لغايه ما احضر الكيكه. دلوقتي هخبط الصينيه كده خبطتين 3 عشان نطلع اي فقاعات هواء زياده. بنخبز الكيكه في الرف الوسطاني في الفرن، بتاخد تقريبا حوالي 50 دقيقه، يزيد او يقل حسب الفرن بتاعتكم. وبعد ما بتخرج كده وتهدى بس لمده دقيقه بنقلبها على طول عشان ما تعرقش مننا. ممكن نقلبها في الطبق كده على طول او على شبكه ونسيبها تهدى شويه. مش قادره اوصف لكم بقى ريحتها عامله ازاي، طبعا القرفه مع التمر ريحتها تجنن، والكيكه طريه طراوه رهيبه. والكيكه دي طبعا ما ينفعش تتاكل كده، لازم نضيف المكون التاني اللي بيخلي طعمها تحفه بزياده، وهو صوص الكراميل. انا كان عندي مربة الحليب فاستخدمتها، يا دوب خففتها كده بمعلقه من اللبن وضفتها كده على الكيكه من فوق. لو متوفرة عندكم استخدموها، لكن لو مش متوفرة اعملوا صوص الكراميل. هسيب لكم في التعليقات الوصفة بتاعة صوص الكراميل، وحاولوا تبقوا كريمين كده في الكمية بتاعة الكراميل اللي بتحطوها. احنا كده كده السكر اللي احنا حاطينه في الكيكة مش كتير، فالكيكة مش مسكرة قوي. ممكن نزينها كده بشوية من المكسرات من فوق لو متوفرة، مش متوفرة خلاص مفيش اي مشكلة. ممكن كمان واحنا بنقدمها نقدم جنبها كده الصوص موجود في طبق لوحده عشان لو حد عايز يزود منه. واكيد مش محتاجة اقول ان الكيكة دي محتاجة جنبها كوباية قهوة، بجد هتستمتعوا استمتاع رهيب بيها. الكيكة دي من الكيكات اللي كل ما بتقعد طعمها بيحلو اكتر كمان. وطبعا عشان نحافظ على الطراوة بتاعتها لازم نبقى مغطينها، يعني ممكن نحطها في علبة، او لو عندنا الغطا اللي هو بتاع الكيك ده هيبقى حلو جدا. شايفين الطراوة بتاعت الكيك عاملة ازاي؟ فظيعة. وطبعا اللون بتاعها من جوه بيبقى غامق شوية عشان طبعا التمر والقرفة، فهو ده اللون بتاعها. لو عندك تمر دلوقتي في البيت لازم تقومي تجربيها حالا، بجد كيكة تحفة جدا. يا ريت تكتبولي في التعليقات ايه رأيكم في الوصفة دي، لان ده بيفرق معايا جدا. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.